بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح متن عبد الواحد بن عاشر رضي الله عنه ورحمه الله. اليوم عنوان حلقة اليوم ما يجب لله تعالى، ثم العنوان الثاني الصفات الواجبة للرسل. إذا كان والتالي في الست القضايا باطل، أشو يقصد؟ بعدين قطعا مقدم إذا مماثل. البيت الأول يشير إلى القضايا الست التي شرحناها في درسنا السابق. قال والتالي في الست القضايا باطل، وبعدين قطعا مقدم إذا مماثل. المعنيس الصفات اللي دي في ذرتي كلتني عدان لا يمكن أن تلحق بالله جل جلاله. مثال: صفة الحدوث صفة مستحيلة في حق الله تعالى، لأن كل حادث يحتاج إلى محدث، إلى خالق. نقول الحادث مخلوق، والمخلوق يحتاج إلى خالق. هذا كلام منطقي عقلي صرف يؤكده النقل. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى تضافر الأدلة العقلية مع الأدلة النقلية في إدراك الحقائق. والعقل والنقل ضروريان متلازمان. قلت لكم سادتي فيما سبق علماؤنا أكدوا على أن العقل لا بد من استثماره لإدراك مقتضيات وحقائق النقل، لأن النقل ناقل للحقائق، والعقل هو الذي يستوعبها ويحتويها، وإلا لا يمكن أن يتحقق ذلك على وجه الإطلاق. في غادي الحقيقة إن تيد ربي ذي القرآن وذي السنة نحواج العقل أرى يفهمنا شو يقصد ربي سبحانه، مولاش ذي المحال. يلا نعطيه مثال في أمور أخرى. لو كان دياسيون أستفهمض في تريسيتا مشي تلحو تريسيتي ها ثم تفكتفا ثم مشي الخيوط ثم فرنا مشي هذا الكلام وقيل تيذت ميحوج العقل باش يفهم. لو كان داوود نظريه في علم الرياضيات لي ماتيماتيك، نظريه معروفه اسيد شرحض هي حقيقه، ولكن الى العقل نيت يفهم. خاطر لو كان دنيا وقشيشه مشطوح حقر مشطوح يسعى 5 سنين أفهم نظريه من نظريات في علم الرياضيات. هضرنا قيم وري فيه مالا انت العقليس يحوج كنت مشطاح 1 زائد 1 يساوي 2، 10 ناقص 5 يساوي 5. شوية غادي تسمور العقليس من بعد يفهم تمثال اي غردني غاولاكي. القرآن الكريم يفكي غدا تصن تمثال حقائق، ولكن يتمثل يولى العقول ما كنت نشرح يدور سني عدل. مثلا ما رصد الله دين ربي نغلايات في اواخر سوره العمران إن في خلق السماوات والأرض. يا أخي رب غادي يهضر في جنوان في القاعة، ماشي كان صحاب لاسترونومينا صحاب لا جيولوجي يفهم من تمثال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. زين يستخدم العقول أي تمثال يولغن لآيات لأولي الألباب. بعدين دنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نذكر الله على جميع الأوضاع والهيئات. وبعدين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. معنى يغال المثال لاغ العقول النير، العقول التي تتدبر وتنظر وتتأمل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبعدين النهاية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
وليت كان ديك العقيده، ديك الذكر، ديك التنبيه واستثمار واستخدام العقول وتنبيه العقول واستنهاض الهمم الى اخره. المعنى يسوى ما دينيض ربي سبحانه حادث، هذا امر مستحيل. ما ردين حادث معنى يحتاج الى محدث. اما كدينيض نكوني نسو خلق نحوج غادي يخلق لو كرياتور الخالق، حاجه منطقيه. اني غاوند النظريه اللي في عدان الطارق والخالق. ربما اعيد احيانا بعض المعلومات قصدا. مثلا واقي العقل لونك فهمني وانت مسالت باللي الى يستغطى في ثبوت تجي قرنس دائره التعقل. العقل النظر يفكا يغيد يون الخبر. عقولنا افادتنا بالخبر نفسه. اكن تسلي نسلاتياك اتفقنا. يلا نروح دوزيام زون، دوزيام ايتاب، المرحله الثانيه. من الطارق ان يقلل في ثبوت لا يعلم ذلك الا الله والذي وراء الباب. نسى ظلام في الاقلاق ديال الجامع يولي يستوطد ولدي شكون اللي راه في مور الباب؟ ولا واحد، الا على سبيل ابيبري. انت عندك صاحبك بالك يجي روطه تقول بالك هو، ولكن منطقيا في دائره التعقل اتفقنا، في دائره التخيل اختلفنا. كل واحد يماجيني واش حب، تصور، تخيل وين تبغيض. كيف نحل الاشكال؟ هو الذي يجيب، هو يقول لك انا فلان. كي يقول انا فلان فرات ياكل خامن ناضي خامن ون يستبط بيون انوا اكينك الفلاني السميثلان ذوك خام السلام يستبطب ياك ثوا شو السلام كيف يا دران ودي ياسن ديال وقتك مثل بضر ثبورتين انوا اكين الفلاني غتفرا صافي. الطارق هو الذي يخبر عن نفسه، ولله المثل الاعلى في امر الخلق. الخالق هو الذي يخبر عن نفسه عن طريق الرسل. لذلك اليوم نتحدث عن الرسل. شوف البناء العقلي نتاع ابن عاشر الله يرحمه، بناء دقيقة مباشرة بعد ما يجب لله أديس بعد الصفات الواجبة بالرسل. خاطر ربي لا يتحدث معنا مباشرة. ربي قال وكلم الله موسى تكليما. موسى كليم الله، ولكن ما يهدرش معنا مباشرة، يهدر معنا عن طريق الرسل. الرسل مبلغون، الرسل مبلغون أدوالا. إذن في مسألة الخلق عقليا من بعد نقليا. عقليا ربي سبحانه يفكر دلاغ السيضن كينيت وخلق غد صافي لو يدي خلقا. ثاني مسألة عقلية، أنا مخلوق إذن هناك خالق. هذه دائرة التعقل اتفقنا فيها جميعا. يلا ننتقل إلى الدائرة الثانية، دائرة التخيل. من الخالق؟ أن يغدي خلقا ذاكي كولي ونادينا شو يبغى قبل بعثة الرسل، غاديش كاع الرسل. لذلك اللي غون أؤكد الفلسفات القديمة يكزيك كل شوية يعبد، عبدة النجوم، عبدة الكواكب الصابئة يعبدون الكواكب والنجوم. عباد الأوثان وقال يعبدني زرا الأصنام، عبدني زرا بالنسبة ليه أزرو ذنسيد الإله أسدعون زرا مامي ويسمس هوبل ويسمس قوبل ويسمس اللات والعزى. لانه قاعد يعبدن نغاوند الطبيعه، ظواهر الطبيعه، الشمس والقمر والى اخره، والرياح والمطر. لانه قاعد يقارنا لا نعبد مظاهر الطبيعه، نعبد القوه الكامنه وراء ظواهر الطبيعه. اين فرد فير المهم واحد الخلوطه كبيره، خلوطه
من بعد ربي سبحانه إناس باش ما تضيعوش يا البشر نبعث لكم الرسل وعندكم عقول تستوعب كلام الرسل وتستوعب المعجزات. خاطر ربي سبحانه باش واحد يامن بلي ربي واحد أو ماشي سهلة. يجي واحد يقول لك أنا رسول، كيف نامنوه؟ لازم لتصديقهم لابد من لابد من تأييدهم بالمعجزات التي تثبت صدقيتهم وصحة نبوتهم. معنى ربي سبحانه يشجع سند المعجزات. تصوروا معايا العصا نتاع سيدنا موسى، ماشي حاجة سهلة يا درهك ضرب الحجر انبجست، يعني تفجروا 12 عين الحجر ادفغن وما نسبصرون يوسع كاس فغند. اللي كانوا حاضرين لازم يصدقوا، خاطر المعجزة معنى أمر خارق يعني حاجة ولا شيء ما عندهاش مثال سابق، أمر خارق، أمر غير مألوف. تصور موقف آخر ذي قصة مع فرعون وكذا، سوف عندك السحرة، وكان السحر بلغ مستوى عاليا جدا ذي الزمن. السحرة يسحرن، لذلك يسحرن رسا ما زالت يودون رسا. واش ماذا يفعل السحرة الآن؟ يفعلون العجب، دمروا البيوت، قطعوا العلاقات، دمروا الأسر، أوقعوا الطلاق، فتن، كوارث. السحر مازال رسا يخدم ثواغيث. ذي الوقت سيدنا موسى يمرث ربي يوثعك وسلاحة ساعك سني ولا يزرمان النية الثعابين والحيات كلها لا معنى لها، خاطر هذا السحر. زيد أم بعد في البحر قالوا إنا لمدركون كما جاء في القرآن، إنا لمدركون. بعد سيدنا موسى إنس كلا إن معي ربي سيهدين، خاطر فرعون أكد العسكر ذفير زداد في البحر صافي ميتين ناس إنا لمدركون نتوطف ذايل. سيدنا موسى إنس كلا إن معي ربي سيهدين. ربي ذي ذنسد يفكنا فريد انتي فراث ربي ذا غير السفر تاعك وستني خدمة كان البحر ينجروا فريد الله يبارك. مما لوض ولا شيء الوض على بالك تصب المطر وبعدين تحبس المطر. يا اخي كاين الغرقاء، هو ما كاينش الغرقاء باش يمشيو ما شاء الله. سيدنا موسى مع المؤمنين مشاو معاه، ما حتى الوض ولا شيء. يا عجبا كما ورد في الآيات القرآنية وفي كذلك في الآثار والأخبار. لذلك يا جماعة الخير ربي سبحانه إنك عندكم سؤال خطير: من الخالق؟ تبحثون عنه. الذي من ممكن يدي خلقا لو كرياتور. ربي شقعد الرسل أجاب كما قلت لكم في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما كان لا الحجر لا الشمس لا القمر، كل هذون داخلين في الكون اللي خلقوا واحد ربي وليس شريك. فهمنا يا جماعة الخير؟ لذلك قال لك والتالي في الست القضايا باطل. معنى هذيك نتاع الحدوث باطل، الفقر باطل، العجز باطل، الجهل باطل 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 باطل. وقي نظر عقلي يعني أقام الحجج العقلية. وبعدين واش قال؟ والسمع والبصر والكلام. زاد عودهم والسمع والبصر والكلام. السمع والبصر كما في سورة الشورى: وهو السميع والبصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية رقم 11. وكذلك ربي مال إنك هو السمع ذي المتن
إذا النظم إليه هو السمع والبصر والكلام. الكلام وقي ربي سبحانه من صفات الله، ولكن يتكلم بما يليق به، خاطر من كل حاجة كما قلت لكم المرة اللي فات الصفات هذه دائما نقيسوها بربي، ما نقيسوهاش بالعبد. ربي قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء الآية 164. كيف حبس إلى قال نحبس كيف. لذلك إمامنا الإمام مالك رضي الله عنه يقول والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. يفرى ووال قلنا تستوعب كيف. لذلك يا إخواني الكرام دائما نبقاو في موضوع الكيف. عندي فكرة حبيت نقولها لكم، بمعنى كي نروحوا نبحثوا في الكيف النتيجة لا شيء. نعطيكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج هل تمت بالروح فقط أم بالجسد والروح معا؟ رحلتان، رحلة أرضية ورحلة سماوية. رحلة أرضية تبدأ من المسجد الحرام بمكة وتنتهي بالمسجد الأقصى الجريح بفلسطين. هذه الرحلة الأرضية مسافة طويلة، ماشي 10 كيلومتر، نغ 20 نغ 40 نغ 100 نغ 200 نغ 800 نغ 1000 عطاس كيونيض. زيد مازال الرحلة النظام رحلة سماوية مبتدأها من المسجد الأقصى بفلسطين إلى السماء، السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى. هل يصدق بالعقل؟ في ليلة واحدة ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات. طيب السؤال مطروح، لو كان بالروح برك ميم حنايا رانا ولا لا انت تريح هنا في تيزي وزو وتشوف المنام والروح نتاعك راحت وتقول غير درت الطواف كاع. وكاين اللي طافوا حول الكعبة وهما هنا في تيزي وزو، هو راقد يروح صح. الروح هذه سبحان الله، النوم هذه قرنك يضص ياسي الموت، الموت ثناياس يضص ثناياس سعيغ يضص ذوقما، ولكن يتسرى باش ملكين كيما بغيون ذاين واحد كيرقد كالميت. علاش رفع عنه القلم ماهوش مسؤول؟ لماذا؟ ميم ثمطوط يتصل يزمات تسمي ستنغ، ولكن سال المسؤوليه ما عندهاش اثم. اليس كذا؟ هذا في الجانب الفقهي. اي غير خطر سطوس رفع عن القلم عن النائم حتى يستيقظ كما ورد في الحديث. يلا صافي. لذلك المنامات كاين الرؤيا الصالحه وتفرح بها، وكاين اللي كوشمار ولا لا. واحد كيشوف كوشمار يشوف هذيك المنامه اللي تخوف وكينوض يقول الحمد لله ماشي صح ولا لا. وكاين اللي شاف المنامه خوفاته وداوه للسبيطار من بعد. كاين اللي وصل للسبيطار. لذلك سبحان الله، يا الانسان اللي يخاف من الكوشمار كيفاش ما يخافش من ربي؟ خاطر كاين واحد الكاليتي من عندنا يقول لك ما نخاف والو، ياكل رمضان تقول له عليه يقول لك ربي ما خفتوش انت نخافك، هكذا يقولوا. تقول له تصلي يقول لك ربي مانيش خايف منه، وانت يا ولا شيخ الجامعه ولا ما نخاف حتى واحد. هذا ماهوش صادق، خاطر يخاف من زلزله. يا اخي زلزله نتاع من؟ نتاع ربي، جند من جنود الله. ربي قال في القران
وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمان الماء تفكروا باب الواد، شفتوا باب الواد طاح الماء وبقاو على خير. قريبوا لنا كيما التسونامي هذا كارثة، ما بقى لا كاميون لا بابور لا باطمة لا الماء يا أخي الماء مليح. ربي قال في سورة الأنبياء الآية 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أمان هي، ولكن لو كان لا دوز نتاع الماء، على بالكم لا كونتيتي نتاع الماء اللي طاح في البحر لو كان طاحت في اليابسة خلات علينا. يلا أعطيكم دي ستاتيستيك لا كونتيتي، يعني نسبة الماء اللي راه يسقط في البحر لو كان يسقط في اليابسة قال خير. نلقاو رواحنا في واد عيسي، وواد عيسي يلقى روحو في بوزقان مش عارف، ربي يستر وصحاب باب الوادي يوصل لعندنا غير ربي اللي قادر. هذا جند الماء من جنود الله. الرياح لذلك في الدعاء كي نسمعوا الرياح وكنقول اللهم اجعل رياحا ولا تجعلها ريحا. الرياح مليحه، ولكن الرياح مخيفه مدمره، الزلزله الكشمار كما قلت هذا لذلك وما يعلم جنود ربك الا هو. ويجي واحد مش قادر يواجه جنود الله، ولا واحد يقول لك ما نخافش ربي. نخافوا ربي، لذلك مليح نخافوا ربي بأدب، ماشي حتى ندخلوا في مشكله مع ربي. وبعدين كاين اللي يدير الربا راه يدير قره مع من والمعاصي دوك اذا صدرت اخطاء من الانسان، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون. واذا اخطانا نتشبه ونقتدي بابينا ادم ولا نقتدي بالشيطان الرجيم الذي استحق الطرد من رحمه الله. قالوا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الشيطان يديفندي لا ديفوندابل، يديفندي على قضيه فاشله، ولكن ادم غلط كي الشيطان كيف هذا غلط هذا غلط، عصوا ربي في زوج. ولكن آدم عليه السلام ما شاء الله تأدب مع ربي، قالوا يا ربي اغفر لي وربي اسمح له. حنايا كي نغلطوا نتبعوا آدم كيما دار نديروا. بابانا الأول كلكم لآدم وآدم من تراب، ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعود إلى سبحان. يلا صافي لو كانت تمت بالروح سهلة، ولكن الإسراء والمعراج وقعوا بالجسد والروح معا. دوك نعطيكم حجة عقلية ونقلية بالمنهج اللي تبعوه ابن عاشر. حجة عقلية، لو كان يجي اسمح لي خونا يجيب طفل عنده عام في عمره، يرفدوا على كتفه ويطلعوا فوق الجامع لي زيسكاليي ويطلع على الباطمه ويدي حتى لرجاونا، هو رفدوا. وبعدين نقولوا الطفل مستحيل الطفل يطلع فوق الجامع عنده عام، مستحيل الطفل يروح حتى لرجاونا ما راش يمشي. احنا وراه عقولنا. هو الراجل قال لك رفدتوا على كتفيه، صافي نشوفوا القوه ماشي نتاع الطفل، قوته هو قادر. يا اخي تقدر تطلعوا فوق حتى لرجاونا، هو قادر. فهمتوا المثال؟ اذا نقيسوا المثال بالذي اسرى. ربي قال سبحان الذي اسرى، صافي ماشي محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي وحده. لو كان وحده ما يقدرش، مستحيل، ماشي هو، صافي ربي. اذا ايها الناس الذي اسرى هو الله، عقلا هو قادر على كل شيء. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الزمن لو طون لو فاكتور طون عندنا، مي عند ربي حاجه اخرى. لو كان نقول لك اسمح لي يلا هذا الحيط انت ماسون بنيه في دقيقه، تقول مستحيل. كاين السيمان، كاين الرمل، كاين الماء، كاين الفراء، كاين كلش. تقول لي نحتاج كاع هذه مواد البناء، ونحتاج زمن معين، بالك نهار بالك نهارين الله اعلم، اليس كذلك؟ مقاول لونتربريز الله يبارك، تقول لك بالك في ساعه نطلع هذا الحيط، خاطر كاين وسائل وكاين خدام. كلما كانت القوه اكثر كلما الزمن تقلص. كما السرعه، نقول لك روح من حتى الجزائر، تروح بتراكتور شحال تمشي، تروح بالطوموبيل شحال تمشي، والطوموبيلات اصناف. اذا كان بالطياره 100 كيلو من العاصمه واش فيها؟
مازال ما تقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا منقلبون، يقول لك نستعد للهبوط، خاطر هذه طائرة. إذن ديجا الإنسان بعقله أنتج يعني حاجات كبيرة جدا بعقله. والعقل كما كان واحد بكري قال لك بنى باطيمون وريح تحت الباطيمون، هو عنده 160 ولا 65 والباطيمة عندها شحال لي زيطاج. قال الإنسان عظيم بعقله، والعقل شكون عطاه له؟ ربي سبحانه، أليس كذلك؟ باش نفهم بالعقل عنده قيمة كبيرة بزاف. لذلك نعود الآية، ربي قال سبحان الذي أسرى بعبده. صافي النبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق بقدرة ربي، دار كاع هذه الرحلة الأرضية والرحلة السماوية. فلا المشكلة عقلا ونقلا. النقل معنى الوحي، الوحي أخبارنا إذن يكفى في الدست فرزني قارن استقبالي داين العقل يناد والنقل يناد. سبحان الذي أسرى، وكلمة سبحان شفوا عليها تفيد التعظيم. ربي كي يقول حاجة عظيمة شغل بريباراسيون، يهيئنا. سبحان معناه حاجة كبيرة راهي جاية. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لذلك أبو بكر الصديق في ذاك الموقف قال له أصدقه في كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعدين كيف لا أصدقه في خبر السماء. وبعدين ثم النبي عليه الصلاة والسلام يسميه الصديق، استحق هذا اللقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذن والسمع والبصر والكلام. والكلام إذن لا نسأل عن الكيف. ربي قال وكلم الله موسى تكليما، موسى كلم الله. وبعدين واش قال ابن عاشر؟ وبالنقل مع كماله ترام. معنى كاع الأدلة العقلية التي ذكرها الآن يؤكد عليها بالأدلة النقلية. النقل معنى الوحي. عفوا. فإذا نطق الوحي تأدب العقل. شفوا عليها مليح. إذا نطق الوحي تأدب العقل. خاطر ما تقوليش الوحي الوحي ما نسمعلوش، أنا عندي عقل كبير، روح بالعقل. خاطر غيرك روجي جارودي نهار اللي جا البجاية في 1985 فيلسوف في الفلاسفة هذون يقول لك العقل ما عندوش حدود، معظمهم يبحث. وبعدين كي جا دار تصريحات، برمي التصريحات اللي دارها قال يعني طبعا هو قال بالفرنسية، ما معناه بالعربية صدق. قال لك لا يمكن لأي شخص أن يحمل بين يديه مفاتيح المعرفة المطلقة، وصدق الله إذ يقول وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. انت قبل يحسب يمان يسن كلش إن يكثر فهمه باللي ولاش وك الزمرنا ذي السعو في سورة تموسني يجري فاسنيس وحز إنك يصدق ربي مديننا وفوق كل ذي علم عليم، ويناد وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف الأدب، إذا نطق الوحي تأدب العقل. وبعدين شو هنا؟ لو استحال ممكن أو وجبا قلب الحقائق لزوما أو جابا. أي كلام هذا خطير. قال لك لو استحال الممكن، بمعنى الممكن لا يمكن أن يكون مستحيلا. يعني واحد كي يزرع زريعة ويحرث، هذا ممكن النعمة تخرج، ممكن. وإذا ما خرجتش ربي اللي قدر، وإلا النتائج هي. علاش مثلا في الفيزياء يقول لك القواعد الفيزيائية ثاقي حكمتها كي نطلقها واش دير؟ قانون الجاذبية لا يمكن نقولها درك هذه لاجوندا هذه الكراس هذا نقول له اطلع، لا ما يقدرش. هناك قانون، وهذا القانون يطبق على الجميع، ولكن ربي سبحانه هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب. ما معناه مسبب الأسباب؟ كي تزرع زريعة وبعدين ربي سبحانه ينزل المطر
ويعطي الامر للارض وتنتج تثمر. الشيء اللي زرع فلاح في رزق ربي يستمغيد، ربي دي السمغيد ماشي دا فلاح. ادي السمغيه دي السمغي مي يزمر يسقوا سويض ودي السمغيه ولاش باش راه يخدم ذاك فلاح يسعى النيه. قالنا كي الكواس انت حساب وفلاح تزرع واض النيه فلاحا في غير العقل وسي قرارا ربي غيغار الشيمي اين لا يجوز نقول ربي بوركوا اشغر لماذا علاش. وكاين بزاف من المسلمين يقولوا علاش، على بالك كل حاجه علاش شغل يحاسبوا ربي علاش 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 هكذا. هو بالنسبه له نورمال مي سي با نورمال. اذا كان مطر علاش، اذا كان الشمس علاش، اذا كان علاش، اذا كان الصحه علاش، اذا كان واحد ربح علاش، اذا كان مرضى علاش، اذا كان خسر علاش. شنو علاش هذا؟ خدم خدمتك كل واحد يخدم خدمته وخلاص. العبد يفكر ربي يدبر ربك تدبيرا. اردني غا ولاقي صافي ربي مسبب الاسباب ومعطل الاسباب. على بالكم في المعجزات موسى سيدنا موسى سمعتوا هذه معجزه البحر نورمالمون البحر ياكل نورمالمون البحر ياكل الناس هاو كيفاه، ولكن كي ضربوا بالعصا حبس طريق فات سيدنا موسى اللي معاه ني غاوند الوض ولا شيء ميم الغرقه ما كانش خلاص ما تبلوا ما تشمخوا ما والو. ربي سبحانه عطل كما عطل في عهد ابراهيم النار تحرق، النار محرقه تشعل النار وتطيب الماكله ولا تطيب تسخن الحليب ولا. علاش مع ابراهيم الخليل من عطلها هو كما يقول الشيخ شعراوي الله يرحمه قال لك سلب الله منها عنصر الاحراق وترك فيها عنصر الاشراق. شوف لطائف الشيخ الشعراوي الله يرحمه. خطر النار عندها زوج حوايج، عنصر الإحراق اللي يحرق في مستصغي، عنصر الإشراق تضوي تكتفث. السميث قرن إبراهيم الخليل رموه للنار خاطر جاب العقيدة، جاب عقيدة التوحيد. كانوا يعبدوا الأصنام وتعرفوا واش دار معاهم برشده ومنهجه الدعوي. نهار اللي شرحنا هذه الآيات في العتيق تحدثنا عن الرشد. طبعا الدرس شوية خطير يعني خاطر ربي قال فإن أنستم منهم رشدا هي وراه الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. وربي يقول أليس منكم رجل رشيد وجعلنا من الرشد هذا واعر بكل صراحة. الرشد واعر سي فري جوريديكمون كي واحد يوصل 19 راه راشد كود سيفيل لارتيكل 42 سي بون القانون. ولكن يا بابا لو كان دخلوا في الرشد هذا نلقاو فيه مسؤوليات كبيره جدا. نغلق القوس ني غادي يتمثل وراني هكذاك فكروني برك بارك الله فيك الله يفكرك ما شاء الله انتم من الراشدين يعطيكم الصحه. لذلك ابراهيم الخليل رموه في النار وقال الله اكبر. علاش نقول الله اكبر؟ معنى الله اكبر من النار، اكبر من كيد الكائدين، اكبر من كل شيء. حنا ما نقولوش في صلاه الله كبير، لا الله اكبر. ضاربين من الهموم تاع الدنيا لازم تقول يا الهموم، ماشي تقول الهم كبير. لا كي تقول الهم كبير تولي انت صغير. قل يا الهم يا المصيبه الله اكبر باش تولي المصيبه صغيره ولا لا. سي بور سا كاين من الناس اللي يخاف الهموم وبعدين الستريس المرض لونغواس السبيطار البسيكولوج لي سوسيولوج لي نيفرولوج لي روقيولوج ما تنتهيش ولا لا. اذا ابراهيم الخليل بعدما قذف به في النار ربنا جل جلاله اعطى امرا للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. صافي واش دار ربي سبحانه وتعالى؟ سلب عنصر الاحراق الذي يضر وترك عنصر الاشراق وزاد لها حاجه حلوه وسلاما. لو كان ما كانش وسلاما يموت ابراهيم الخليل يتكونجلا
خاطر بردا معناه تكونجلا، لا قال بردا وسلاما. ودرك اللي عنده اسمه ابراهيم يقدر عنده كوراج؟ ماشي كي تشوف واحد اسمه ابراهيم دغا ترميه في النار يقول لك لا يتحرق، خاطر النار راهي تخدم خدمتها. معطل الاسباب ومسبب الاسباب. علاش قال هذا الكلام؟ قلب الحقائق لزوما اوجابا. اللغه قويه، نعطي لكم ترجمه تاعها. معناه انقلاب الممكن مستحيلا باطل. واحد. اثنين، ربنا ليس له امر او امر مستحيل، لا يعجزه شيء. حنايا نعم نقول لك مثلا يلا اوقف على رجل وحده، ممكن يديرها علماء العقيده. اروح كان مدني، اسمح لي برك نعطيكم تجربه. خويا مدني نقول له اوقف على رجل وحده، اوقف على رجل الثانيه، نقول له ما يقدرش، ممكن يقفز شويه برك، يقفز لازم يرجع. برجل وحده ممكن اليمنى، برجل اليسرى ممكن، هذه في الممكنات. لو كان نقول له طلعهم في زوج ما يقدرش، يطلعهم بور كالك سكوند قسمه سا ديبون. كان يطلع هو سبورتيف يقدر يحط عليه ولا لا شكرا لك. ولكن في المنام راكم تشوفوا روحكم تطيروا. كاين منكم كاين يقول لك انا شفت روحي نطير، وكاين يقول لك شفت روحي في الجبل طايح ساقط. انت سقطت تستنى وقتاش توصل للارض حتى تستفيق تقول الحمد لله هذا كشمار وليس حقيقه. أليس كذلك؟ لذلك ربي سبحانه يقول لك معناه لا يمكن أن يكون مستحيل أمام الله. احنا نقولوا لا يعجزه شيء. وسمعتوا الآية تفكروها اللي قال ربي سبحانه في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نربط هذا بالعنوان التالي: الصفات الواجبة للرسل. الرسل هم صفوة الخلق، أرسلهم الله عز وجل إلى الخلق من الأول إلى الأخير، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واش قال رب سبحانه فيهم؟ واش قال ابن عاشر؟ قال يجب للرسل الكرام الصدق. دونك يجيب لنا صفة الرسل. ربي سبحانه خلق الخلق، يخلق انت خلقيف، اصطفى منهم الصالحين، يختار يسن الصالحين. قبيله نقرا يسعدات ندوك غرفال، يختار الصالحين. ومن الصالحين اختار النبيين، الانبياء يختار الانبياء. ومن الانبياء اختار المرسلين يعني ارباب الرسالات. ومن المرسلين اللان 5 من أولي العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولكن مادام قلنا ربي اصطفاهم يعني ربي خيرهم، يختارثنا ربي، يختارثن ماشي بأجسامهم بصفاتهم. لذلك تأتي هذه الصفات. يجب للرسل الكرام الصدق. أول حاجة ثيث. هل يمكن تتصوروا نبي ويهضر ثيث؟ مشكلة صافي. مشى ثنامن. الصدق، والصدق معناه موافقة الخبر للحقيقة، أي نقلن يلا تسي ذات أمانة تبليغهم يحق. بمعنى عندهم صفة ثانية وهي صفة الأمانة. ورسنقسنا راه والو. تبت يد أبي لهب نزلت في حق من؟ تطعن في من؟ عمو. بيني وبينكم كيفه يعني تبقى هذه الصورة تطعن فيها عم النبي صلى الله عليه وسلم، في عمه.
أبو لهب إلى أن تقوم الساعة يقدر ينحى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه شوية برك تفيكسينا شوية لا فامي، لا خلاها، لأنه من صفاته الأمانة لازم يبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه في حقه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هي ولكن من تبقى كما هي. لذلك من صفات النبيين الأمانة، تبليغهم يحقه. لماذا؟ باش بلاغهم باش يصل إلى المبلغين لابد من صفة الصدق والأمانة. الأمانة يحافظ عليها كاملة. لذلك رب سبحانه قال في القرآن الكريم قال وما على الرسول إلا البلاغ، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخر الآيات. بلا ما نقول نصوص فهي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. محال الكذب والمنهي، معناه محال على الأنبياء الكذب حتى في الأمور البسيطة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، هذا قبل بعثته. أكيس سوالا يسعى الصفة امتيزت، يسعى الصفة الأمانة قبل أن يغلظ الرسول. والمنهي معنى لا يمكن أن يرتكب منهيا أو معصية. معصومون الأنبياء والرسل معصومون، وغلطنا راه وخدمنا راه المعصيات. كعدم التبليغ يا ذكي، مع ذكر عدم التبليغ علاه ركز عليها ابن عاشر، خاطر أساس في الرسالات في الرسل هو التبليغ، يبلغوا، هم مبلغون وما على الرسول إلا البلاغ. يا ذكي مرة أخرى يعود إلى العقل. الذكي هو الذي يصدق النقل ويحترم العقل، هذا هو الذكي. يكون يغلق المنصي ضرا كي قال قبيلي، يغلق المنصي ضرا. تلقى واحد كلما كفر كلما ثم يقول هذا عقل كبير ولا لا. وبعدين يقول يجوز في حقهم كل عرض، معنى هؤلاء بشر يجوز في حقهم. خاطر يجي واحد يقول لك علاش سيدنا عيسى ضربوه، علاش سيدنا موسى ضربوه، علاش حقروه، نورمال عادي، كل عرض ما يجوز للبشر يجوز لهم. يمرضوا أيوب، ممكن واحد يقول لك أيوب يا عجبا أو مرض، جاوب ابن عاشر جاوب. شفتوا المقدمة طويلة يا جماعة، مازال ما دخلناش في الفقه، مازال هي باش يهيئنا أغدي هكي شي قروا كذا الرسل. يجوز في حقهم كل عرض، يعني الأعراض التي تصيبنا والعوارض التي تنتابنا نحن معاشر البشر تنتابهم لأنهم بشر، ولكن هم مصطفون، وكذا الرسل الأنبياء ليس مؤديا لنقص كالمرض. معنى كونهم مرضى مثلا أو ضربوهم ولا حقروهم ولا عايروهم الأنبياء والرسل، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه ساحر، قالوا أنه كاهن، قالوا أنه شاعر، قالوا أنه مجنون. هادو كاع قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مسلك حتى واحد. لذلك ابن عاشر قال لك ليس مؤديا لنقص كالمرض، هذا لا ينقص من أقدارهم ورن قصار سلق من سن الأنبياء والرسل ما هلكن نغسوثن نغسو حقرا نغذشو سنيضران ورن قصار ذي القدر نسن. فهمتوا الرسالة؟ هذه هي. وبعدين لنقصين كالمرض، طبعا ضرورة الشعرية جاب يعني المرض هو الأخير. كالمرض أيوب عليه السلام عليه الصلاة والسلام مرض، ولكن صار قدوة لنا جميعا. إنا وجدناه صابرا، هكذا يقول رب سبحانه في حقه، إنا وجدناه صابرا. يساعدوا ولكن غيرزق ربي الصبر سيدنا أيوب. لو لم يكونوا صادقين للزم، بعد بنفس الطريقة المنطقية كما قال لو هذيك الافتراضات الجدلية. لو لم يكونوا صادقين للزم، لو كان الأنبياء والرسل وسعنا في ذات أن يكذب الإله في تصديقهم. معنى لا يمكن لله عز وجل باش يرسل مثل هؤلاء، لا يمكن. لماذا؟ لأنه وإلا ماذا يحصل؟
هم ممكن ما يبلغوش الامانه، ما يبلغوش الرساله، والناس يقتدون بهم، نضيعوا كاع كي الانبياء كي حنايا، لا يمكن. ولذلك رب سبحانه ايده بمعجزاته. سيدنا صالح المعجزه الناقه تاع الغمث، وتعرفوا الحكايه الجميله المؤثره نتاع ناقه سيدنا صالح، وعصا نتاع سيدنا موسى ايضا ما شاء الله، وكذلك ما حصل لابراهيم، وكذلك ما حصل ليوسف عليه السلام وهو في الجب، والقصه والحكايه الجليله الجميله النافعه، وما حصل للنبي عليه الصلاه والسلام، وما وقع ايضا للصحب الكرام، خاطر الصحابه عاشوا معه. ربي قال في حقهم: هو الذي ايدك باش بنصره، كمل، وبالمؤمنين. معنى كان نصر الله، إذا جاء نصر الله ربي ينصر، إلا تنصره فقد نصره الله، ربي هو اللي ينصر. وبعدين قال وبالمؤمنين. لذلك في غزوة تبوك، غزوة العسرة، النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الإنفاق، قال لهم أعطونا، رايحين باش نضروا يا هو رايحين من المدينة إلى غاية تبوك أكثر من 700 كيلومتر. هو ربي الفرقان اسمها ساعة العسرة، لذلك تسمى هذه الغزوة غزوة العسرة. عسرة في المال، عسرة في المؤونة، عسرة في قلة الزاد وقلة الإبل يعني الرواحل، وعسرة كذلك في الحرارة، حرارة الجو، وعسرة في بعد المسافة. ثم لعثمان بن عفان الله يبارك، ماشي غير هو، ولكن هو سير الطب كما نقولوا درك، سير الطب، أعطى ثلث جيش العسرة هو اللي جهزه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر ابن عفان ما يفعل بعد اليوم. امتحانات. وبعدين ربي قال في سورة آل عمران الآية 138 وما بعدها، روح لقدام، ربي قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أنت يا رسول الله صار العجب عليك كما صار الأنبياء، أليس كذلك؟ يا أخي ربي قال في آية أخرى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. في أواخر آل عمران ربي قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذ معجزاتهم كقوله وبر. هاوجت المعجزات تؤيد هؤلاء الأنبياء وتبين صدق رسالتهم وصدق نبوتهم، كقوله وبر. صدق هذا العبد في كل خبر. مع انتهى هذاك عبد، هو نبي وعبد، عبد ونبي، ولكن كل خبر ينقلها عن الله فهو صدق. لذلك نحن نصدق ولو كان الأمر غيبا لا تقبله العقول. نقول لك ايماجيني برك الجنة، ايماجيني جهنم، أهوال يوم القيامة ما تقدرش ولا واحد يقدر. شفتوا انتم جهنم، شفتوا عذاب القبر، ما شفنا والو، نصدق 100%. شكون قال لنا؟ خاطر ربي ونبي، وإلا كيف نصدق؟ أنا نقول لك والو، لازم تشوف العين. كما يقولوا الوجوديون هذو، يقول لك لا إله والإله مادة. اللي تشوفوا العين صح، اللي ما شفتوش العين كذب. تصيت صح انت ولا ثقت من كاد نقار الا وين ثولا ثقت تيدت، الا وين ثولا ثقت تيدت، امشي دوسا تيدت من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان. صدق هذا العبد في كل خبر. وبعدين واش يقول في بيتين اخيرين: لو انتفى التبليغ او خان حتم إذ أن يقلب المنهي طاع له. معناتها ربي يستر. على بالك لو كان يعني الأنبياء سمحوا لي كتموا الحقيقة، ما كانوش أمناء، أو قاموا أو أتوا أمرا محرما أو أمرا منهيا عنه، نحن نتبعهم خاطر أمرنا بالاقتداء بهم، وستنقلب الأمور، تصبح المعصية طاعة، وهذا أمر محال. لذلك واش يقول رب سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
سورة الحشر الآية السابعة، سورة الحشر الآية السابعة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسلي حكمته. هذا أيضا شيء عجيب جدا باختصار، بمعناه وقوع الأعراض البشرية عليهم اللي ذكرنا بعضا منها، هذا أمر عادي، ولكن ربي سبحانه باش يبين حكمته. من كل حاجة عنده فيها حكمة، لأنه فيها أيضا تسلية. أحيانا ربي سبحانه يذكر في القرآن الكريم ما وقع للنبيين والمرسلين السابقين، لماذا؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، باش يقولوا الشيء اللي صرا لك صرا لهم. هذا مكان، ماشي غير أنت، هذا مكان. ونحن كبشر إن شاء الله كل ما نصاب به فيه حكمة، وربنا سبحانه عز وجل من أسمائه الحكيم: إن الله كان عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.